السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم البنات، السلام عليكم خواتاتي، واش راكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير. اليوم أخواتي نبقى دائما مع سلسلة تحضيرات رمضان المبارك. جيتكم اليوم بقوارب محشيين بالدجاج. نبدأ بالطريقة والكيفية على بركة الله. عندي القوارب محشيين. عندي هنايا نصف كاس تاع زيت، عندي نصف كاس تاع حليب دافئ زدت كملته عمرته بالماء، عندي حبة بيض، عندي ملعقة كبيرة تاع خميرة فورية، عندي ملعقة كبيرة سكر وفارينة على حسب الحاجة. ناخذ ريسيبيون، نجيب فوي، نحط هذاك نصف كاس تاع الزيت، انا باش تكون واضحه، نضيفوا له حبه تاع البيض، نضيفوا له نصف كاس تاع الحليب، ضيفت له نص الاخر تاع ماء دافئ، نحطوا له ملعقه تاع السكر زائد ملعقه تاع الخميره، نضيف له الملح، وانا هنا نسيت معكم قليل من الملح. دوكا هنا نبدا نضيف الفرينه تدريجيا حتى تحصلوا على خليط متماسك. هكذا نحط الفرينه غير بالعقل. العجينه لازم تكون شويه طريه، ما تلصقش بطبيعه الحال في اليد، بصح تكون طريه شويه. نزيد نضيف هنا الفرينه، بسم الله، نكمل لمها كامل. لازم تحصلوا على العجينه تكون طريه شويه. هكذا نكون حضرت لي السباتشو تاعي. لحظه، نستعمل يدي هنا خير. هكذا نعجنها شويه، من بعد نخلي الحجم تاعها يتضاعف. نبدا نلمها ونضيفها شويه هكا مده دقيقه. هكا هاي كيفاش تحصلنا على العجينه. دوك نغطيها هنا، نخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. حنا الجو اليوم شويه بارد، نغطيها ونخليها حتى يضاعف الحجم ونرجع لكم. هاي حتى العجينه تاعنا كيفاش الحجم تاعها ضاعف. نهبط لها الخميره هكذا، نعجنها، نهبط لها الخمور، نخليها بجنب. عندي هنايا بقايا من الدجاج للحشو. هذا كان عندي دجاج طايب، انا فتته حكمته فتته بهذه الطريقه كامل،
فتو الى قطع صغيره هكذا. كنفتو جيدا. نضيف له معدنوس ونضيف له الجبن. نقطعوه هنا الجبن احسن. نحكم الجبن هذاك نقطعوه كامل. هنا الحشو اختياري، كل سيده واش تحب دير في الحشو تاعها هكذا. ندخل كاع داك شغل نعبص هكذايا، ندخل كاع داك الجبن مع الدجاج مع معدنوس كامل نخلطهم مع بعض هكذا حتى يذوب لنا شغل هذاك الجبن تاعنا. هذا هو القوام المطلوب. هنا نحكم نمسح سطح العامل. هاي حتى العجينه تاعنا كيفاش الحجم تاعها ضاعف. نهبط لها الخميره هكذا نعجنها. نحط لها الخمور نخليها بجنب. عندي هنايا بقايا من الدجاج للحشو هذا. كان عندي دجاج طايب انا فتتو حكمتو فتتو بهذه الطريقه كامل. فتو الى قطع صغيره هكذا. كنفتو جيدا. نضيف له معدنوس ونضيف له الجبن. نقطعوه هنا الجبن احسن. نحكم الجبن هذاك نقطعوه كامل. هنا الحشو اختياري، كل سيده واش تحب دير في الحشو تاعها هكذا. ندخل كاع داك شغل نعبص هكذايا، ندخل كاع داك الجبن مع الدجاج مع معدنوس كامل نخلطهم مع بعض هكذا حتى يذوب لنا شغل هذاك الجبن تاعنا. هذا هو القوام المطلوب. هنا نحكم نمسح سطح العامل. دوك نبدا نحل العجينه تاعي. بسم الله. ندير هكذا نفتحها. ما نفتحهاش رقيقه بزاف. نحل العجينه هكذا. من بعد نحكمها نقطعها عفوا الى السكين الى 4 قطع، ولا انتي كل سيده على حساب الحجم تاعها. هنا محبات كبار نزيد نقص منهم نبدا بالطول، ولا شتو جا خشين نزيدو رقوه. نحكم من الحشو نجيب ملعقه فقط. نحكم الحشو تاعي نحطه في الوسط هكذا. نحكم الجهه هذه
الجهه هذه ونغلقها بهذه الطريقه، نقص الزوائد هكذا الى شكل، على نديرهم على شكل قوالب. نحكم لا يدخل الفرن سنيوه، نرشها فرشة فرينة نطبق. دوك ندير لها الجبن المكمل كاع هكايا، ندير لها الجبن المبشور من الفوق وندهنها بالبيض. نكمل حبه اخرى معكم. وين لقيناها خشينه نزيدو نفتحوها شويه باش ما تكونش غليظه بزاف. نحكمو الحشو هكذا، نحطوه في الوسط، نحكمو الجهه الاماميه هكذا، نغلقو عليها هكذا، نشكلوها على شكل قارب. نزيدو الجهه الثانيه، نزيد شويه حشو هنايا على شكل قارب هكذا، نغلقو الجهه الثانيه بهذه الطريقه، نتحصلوا على شكل قارب بهذا الشكل هكذا. نزيد معكم حبه اخرى، نقسم العجين تاعي راهي خشين، نقسمها الى 2. نحط قليل من الحشو، نغلق الجهه هذه من الصورة تكون واضحه. نزيد هذه الجهه هكذا، نشكلهم على شكل قوالب بهذه الطريقه هكذا. جهه اخرى، نزيد نديرو الحشو. صدقوني وصفه رائعه، تقدري ديريها كمقبله او طبق رئيسي، انت كسيده وهي حره في التقديم نتاعها تاع المأكولات اللي تحب ديرها. ممكن نقفلها الحبه تاعي بهذا الشكل. نكمل كاع بقيه الحبات ونرجع لكم. هاملي بركه تاعنا بعد ما عمرتهم. دوكا هنا عندي جبن مبشور، نبدا نحط كل وحده فيهم قليل من الجبن هكذا، تنكمل نعمر كاع بقيه الحبات هكذا فيهم جبن مبشور. من بعد نبدا ندهن فيهم بحبه تاع البيض تاع شويه خل باش ما تجيناش هذيك الزفاره او ريحه البيض هكذا. دوك هنا نبدا ندهن في الحبات تاوعي في الاطراف كامل هكذا، جميع الجوانب، باش يعطينا هذاك اللون الاحمر لمعان تاع القوارب تاعنا. وهنا نشعل الفرن على درجه 180 درجه. مام البيض يخلي لنا الجوايه هذوك ما يتحلوش. هذه درتها كره كيف بقات معايا العجينه. هادو ما تقدروا ديروهم كون جيتكم سلسله تاع رمضان. بديت نقدم لكم اطباق اللي نديروهم في الشهر الكريم هكذا. نحطهم يطيبوا مده 10 دقائق برك، كلش طايب برك باش ياخذوا لنا اللون ذهبي ونتلاقاو في صحن التقديم. اهم قوارب تاعنا تاع نهار اليوم بعد ما كملتهم، شوفوا الشكل تاعهم كيفاش جا. نختم معكم حبه هنا تشوفوا القوام الشكل النهائي. بسم الله، شوفوا الحشو هاي تبسوا شوفوا. نتمنى اخواتي ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد، والى فيديو لاحق بحول الله.